ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هندردش شويه. طبعا يعني بالنسبه للطماطم اللي بقت ب30 جنيه و35 جنيه، واللي ماشي حالك منها او المفعصه ب25 جنيه، هنقوله ان عادي عادي. وايه يعني؟ ليه بقى؟ لان الناس مش هتبطل اكل. والله زي ما بحكي كده بالظبط، الناس مش هتبطل اكل. وايه يعني لما كيلو البطاطس يبقى برضه ب25 و30 جنيه؟ والله برضه الناس مش هتبطل اكل. يعني لو خليتي كل الحاجه ب100 جنيه، هي المشكله بس في الناس الغلابه، الناس اللي هي ايه، شغاله كده على دراعها. تمام. اكله زي دي كده مثلا يعني 20 جنيه كانت بتبقى لما الدنيا معاها. دلوقتي ما شاء الله لو هنعمله مثلا أكلة زي ديت لفرد، يعني وهنقول مثلا ل6 أفراد، هتعدي 300-400 جنيه. شوية محشي، شوية محشي أي نوع بقى، أي حاجة بقى هتتحشي شوية محشي بسيط جدا، هم مفهومش أي حاجة. طبعا أنا بحب أفرم البصل عشان متبقاش باينة في المحشي، في الرز، عشان صفت المية بتاعتها الأول. بالنسبة بقى للناس الفلاحين اللي زي حالاتنا والحمد لله، الرز بيبقى من الأرض والغلة بتبقى من الأرض، أغلب الخضار بيبقى من الأرض. عندنا في البيت لبن، عندنا جبنة، الحمد لله مستورة. بالنسبة بقى للناس اللي بتشتري يوم بيوم، خلينا في الناس اللي أقل من المتوسط. الناس اللي هم طالع عينيهم. طبعا معانا التوم بتاعنا اللي احنا عاملينه، هناخد مكعب واحد بس. بصوا التوم ده من السنة اللي فاتت كنت عاملة بيه فيديو 2 في القناة. ده بقى بعمله ازاي؟ بفرمه في الكبة، احط عليه معلقة ملح او معلقتين ملح، وابططه كده في كيس او على كيس. تمام. وبحطه على الصينيه كده في الفريزر. طبعا بعد بقى ايه، بحدد المربعات بينها وبين بعضها كده. بعد كده بطلعه، امسكها افصصها كده من بعضها، واجي ايه عاملاها زي ما انتم شايفين كده. العلبه دي ممكن تقعد معايا سنه، يعني انا بستخدم المكعب الواحد كمان ساعات على ما ادخله. وبتفك منك بسرعه، يعني انت لو عايز تعملي بيه اي حاجه بتفك بسرعه، ثانيه والله يختفى وسط البصل. طبعا في كائنات حيه غريبه. ده كيلو طماطم 25 جنيه، من اللي هي طريه. انا جبت عشان اعمل كيلو، جايبه كيلو تاني 30 جنيه غير الصرف. مالها عميل؟ المصحف كائنات حيه غريبه. طبعا بقى ايه، لايك وشير واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش لحد دلوقتي عشان ما نزعلش مع بعض. وهقول تاني، وايه يعني كيلو الطماطم ب25 جنيه و30 جنيه و35 جنيه؟ وايه يعني كيلو البطاطس زي ايه المشكله؟ لما الحاجه غليت هناكل برضه. والله هناكل برضه.
طبعا انا جايبه حوالي 2 كيلو، 2 كيلو ونص بتنجان. انا كنت عامله المحشي ده قبل كده بس ده مطلوب مننا. تمام، وهنعمله تاني النهارده. والله بفكر ما اذبحش جنبيه ديك. لا، يذبح جنبيه ديك. لكن لما ايه بيبقى طعمه حلو. مش شرط ان انت تحمري البصل قوي، لازم تبقى نص تحمير كده. تمام. ما تبصوش الخلاط بتاع الكحيان ده، انا كان عندي خلاط جاي من السعوديه اقسم بالله من ابو 3 فيش ده، من ابو فيش ام 3 ده، بس طبعا اتهلك في بيت العيله الخلاط عشان كان بيعمل كل حاجه ما شاء الله عليه، يعني كان قوي بجد يعني. هو والله بعته موتور الخلاط القديم وموتور الغساله واشتريت ده، وماشيه باموري احسن من الشحاته. طبعا زي ما قلت لكم انا مش عايزه احمر البصل قوي عشان يبقى طعم المحشي ملهاش مكرمله كده حمرا قوي كده، لا يا دوب تغير لونها معاكي. طبعا انا كنت مسيحه الدهنه من الذبيحه، كنت واخده بتاع 2 كيلو دهنه كده من ذبيحه سيلفي، خلاص يا خساره. شوف حد تاني يذبح في العيله. ما شاء الله. لايك وكومنت حلو واشتركوا في القناه. بص بقى، اهم حاجه اهم حاجه في الخلطه بتاعه المحشي ان هي بصي تبقى كده، شايفه مفيش ميه، مفيش ميه خالص. بصي وحمرا زي دي. تمام. ليه بقى؟ هتبقى معاكي تمام. الرز طبعا انا غسلته وحطيته في المصفى عشان يتصفى. بصي الرز كمان ما فيهوش ميه تقريبا، يعني تقريبا. تمام. انا بزود الرز بقى على الخلطه ليه؟ عشان ولادي بيحبوا الرز اللي هو بتاع المحشي اللي هو من غير حاجه، يعني مش ملفوف في حاجه يعني. حلو كده، حلو كده. هنضيف طبعا الربطتين الخضر اللي زي قلتهم دول. طبعا احنا حاطين الثوم، فلفل اسود، شويه بهارات، طبعا اي بهارات عندك بقى، بهارات لحمه، بهارات فراخ، اديله. وفي بهارات محشي بس ما نزلتش عندنا لسه. بصوا هي الريحه مبدئيا كده، مبدئيا يعني انتشر. والله انا هجرب موضوع ان انا ازرع خضره في البيت ده، لان مش نافع كده والله. شويه الخضره مش نافعين خالص يعني. بس اقول لكم على حاجه، ريحتها حلوه وطعمها حلو. حلتنا الجميله اهي. لو عندك بقى ايه بصلتين مستغنيه عنهم خرطيهم كده تحت، انا ما عنديش حاجه مستغنيه عنها بصراحه، فانا هحط نقطتين زيت عشان الاكل ما يلزقش صغيرين. وهعمل ايه؟ هاخد شويه من ده وبعمل تحمي تحمي القعر بتاع المحشي. بصوا بقى، انا من عشاق المحشي عموما، وخصوصا بقى البتنجان، ورق العنب، الكوسه، الكرنب، السلق،
وورق اللفت كمان. حد هيقول ورق اللفت؟ ورق اللفت. طبعا ما تمليش البتنجانه قوي عشان لما تطيب متبقاش معاكي تطلعش الرز بره يعني. المحشي لما تحط له معلقه دهنه بتنقله في حته تانية خالص يعني، خالص بصراحه. فانا خلصت، هروح اشتري. والله هروح اشتري عشان انا بقى يعني انا عندي شغل كتير في البيت، وطبعا عندنا بهايم وطيور وكده يعني، فما بيبقاش عندي وقت ان انا اجيب البتنجان الصغير ده واقعد بقى احتت. ده بتنجانه والتانية هتبص تلاقي نفسك شبعتي على طول. يعني البتنجانه لوحدها بتبقى واخده لها بتاع ربع كيلو رز. انت لسه هتقعدي يعني بتبقي بقى تتسلي فيه بالليل، تجيبيه بقى الصغير ده وتتسلي فيه بالليل لوحدك. وانا لسه هقعد، انا واحده بصحى من الفجر اقسم بالله، من اذان الفجر، كنيس بقى وحليب وزريبه وطيور. اي نعم عيشتنا متعبه، بس الحمد لله فيها خير شويه يعني عن المدينه. المدينه كل حاجه بقى بالفلوس وكده يعني. طبعا انا عندي شوربه في الفريزر، تمام. انا كنت عايزه اذبح ديك دلوقتي بس مفيش وقت بقى بصراحه يعني. بس هروح اكل البهايم والطيور. فهنبتدي ان احنا نعمل ايه بقى، نقضيها بقى بطاطس مقليه والمحشي. ان كان في بيض هنسلقوه خلاص. حد يقول لي بيض جنب المحشي؟ اقول له ما انا مش فاضيه والله اطبخ وانضف. زي ما قلت لك سيبي مسافه كده، سيبي مسافه عشان اما يطيب الرز ما يطلعش كله من البتنجانه يعني. لايك بقى كومنت حلو كده زيكم عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم.